احلى كلمه حد قالها لك؟ روح الله يستر عرضك، روح ربنا يديك الصحة. مين قالها لك؟ أم وأبويا. احلى كلمه اتقالت لي ابو هنا. والله هو جبر الخواطر ده يعني بتاع ربنا، بس في كلام كتير بيأثر في الواحد، بس يمكن اكتر كلمه اثرت فيا كان قالها لي ابن اختي الصغير في ثانويه عامه اهو. قال لي انا بحس بحنيتك، هو والده متوفي وهو طفل صغير وانا اللي مربيه. قال لي حسيت بحنيتك كأب، ما حسيتش بابويا لكن حاسك انت كابويا. فدي كلمه يعني مش قادر انساها لحد النهارده. انت كل حاجه حلوه. احلى كلمه حد قالها لك؟ احلى كلمه امي قالت لك ايه؟ قالت لي امشي في الصح ما تمشيش في الشمال، وروح شغلك واهتم بنفسك عشان لما اجي اموت تعملوا جيل لنفسكم، تبنوا نفسكم بنفسكم، محدش ما تمدوش ايديكم لحد. كلمة مراتي ليا بحبك. كلمة مراتي ليا دايما تقول انا يعني كده وعايز اقول لحضرتك ان يعني انا كراجل اتربيت على طبلية والدي ووالدتي فانا من النوع اللي بيحافظ قوي على البيت، ومن النوع اللي بيخاف قوي على البيت، ومن النوع اللي بيربي قوي زي ما هو اتربى. اصبر، الصبر حلو. اصبر، الصبر جميل. لما بعمل عملية وبتاع والاقي يعني الناس مستغربة، او مثلا لما الاقي زميل او زميلة تستنجد بيا في حاجة مثلا امرجنسي او حاجة صعبة في الشغل وربنا يكرمنا، لما الاقيها تقول لي ربنا يكرمك ربنا يخليك، انا يعني مش عارفة من غيرك كنت عملت ايه، فدي حاجة بتبسطني جدا يعني. فمرة كنت انا وواحد يعني كده هوت، وبعد كده يعني ايه حسيت ان انا احرجته، يعني كنا في المسجد وبعد كده الشيخ طول وحسيت ان انا احرجته، قلت له ايه يا شيخ انت بتصلي كل دوت في صلاه المغرب، امال العشاء والتراويح هتقعد قد ايه؟ فهو ما ردش ومشي. فجه واحد بعد الصلاه قال لي النصيحه على الملأ فضيحه، انت لو كنت خدته على جنب وقلت له كان افضل من اللي انت عملته ده. فانا زعلت قوي، وبعد كده فضلت متعمد ان انا اروح برضه في كل مغرب عشان الاقيه، ما بيجيش لغايه لما لقيته برضه زي ما انا كسفته قدام الناس كلها، رضيته برضه قدام الناس كلها وجبرت بخاطره، عشان جبر الخواطر على الله. احلى كلمه حد قالها لك؟ عيال اللي هم قالوا لي ربنا يخليك لينا يا بابا. احلى كلمه حد قالها لي فيش بصراحه، ما شفتش حد قال لي كلمه حلوه، كله كلام غم وكلام زعل وقله قيمه الحمد لله. دعوة أمي قالت لي روح ربنا يسترها عليك دنيا واخرة، على طول كانت بتقولها. احلى كلمه اتقالت لي يعني اذكرها من والدتي الله يرحمها. كنت مثلا في البيت بتاع ابويا زمان، هقول لك على حاجه، الدكان دي ايجارها 14، اللي اداني الدكان دي على ابوي البيت هيقع، فكنت يعني مرمي في الشارع واخد فلوس من الناس وليا فلوس عند ناس وبتاع، كنت في حاله وراجل بقى فوق قرشه بقى في الشارع، البيت وقع، فجبت برشام منوم، خدت بنوم علشان انام. هو كان في حيطه وحيطه يعني في الاوضه الثانيه، دي شافتني ازاي ما اعرفش، فجت قالت لي بتاخد، قلت لها منوم يعني عشان، قالت لي اوعى تفكر ان انت بتنسانا وربنا ينساك. كنت في الحاله دي انسان والع، ودخلته في رش كده تحت البانيو وبتاع، حسيت بامل اللي هو، قالت لي هديت خالص، وتاني يوم خدت الورشه ايجارها رسمه 14 كده، فيها رخصه ورشه نجاره، برضه جت ببلاش، ناس ساعدوني كده ويلاقوا الوضع، ما عملوش اي حاجه. وبعدين يعني اقول لاي حد اهم حاجه في الدنيا يرضي والديه، وده اللي قاله ربنا مش احنا. حتى لو اتزنقت، حتى لو الظروف ازمت بيك، برضه خليك مع ربنا مهما تأزم بيك الظروف. طب يمكن
لا مؤاخذه تقول لي نفسك انا كويس وعمل فيها، يمكن هو بيمتحنك يا سيدي، يمكن هو شايلك حاجات عنده مش هتشوفها في الدنيا، يمكن مش هديك الحاجات دي في الدنيا، هديها لك هناك، مش هلاقيها لك هناك. هو اللي عنده لا يحصى. يعني في ناس انا في الظروف دي، الظروف منيله معايا، بس برضه انا مؤمن. مديون متنيل وكل حاجه، يعني كل الظروف قافله معايا قافله، بس انا عندي امل برضه ان ربنا يعديني. جايز ربنا بيعمل معايا كده، بيمتحن قوه ايماني. احلى كلمه اتقالت لي من جوزي لما قال لي بحبك كده اول مره. احلى كلمه حد قالها لك؟ نرجع ورا شويه. بحبك يا غالي. احلى كلمه اتقالت لي. مين قالها لك؟ لا مين قالها لي بقى لحتى اتفضح. ابني ما بيقول له يا جدو. اما اولادي او احفادي بيقولوا لي كل سنه وانت طيب. احلى كلمه حد قالها لك ايه؟ هي مش شرط كلمه معينه، يعني الحمد لله دي محبه من عند ربنا سبحانه وتعالى، بس انا ما اعرفش راي الناس هل بقى صدق مش صدق، بس الحمد لله انا مش وحش مع حد. حد كده قال لك حبيبي؟ لا طبعا، ما دي مفيش احسن من كلمه امي. احلى كلمه حد بيقولها لي يا اسطى يحيى، ان انا يعني بيعترف ان انا راجل، او بيعترف ان انا راجل اسطى في مجالي وبيعترف بشغلي. يعني انا بحب شغلي قوي وبحب ابدع فيه. يعني بابا، كلمه بابا لما يجيك ولد ولا بنت تقول لك يا بابا، دي احلى كلمات، ما فيش اجمل منها. صاحبي علي. قال لي خاف على نفسك وخلي بالك من بيتك بس. احلى كلمه لا ابويا اللي قالها لي. قال لك ايه؟ ها؟ قال لي الدنيا الى زوال يا ابني وخاف ربنا سبحانه وتعالى. احسن كلمه حد قالها لي ان انا روحي حلوه وطيبه ومهما شفت من وحش شخصيتي ما بتتاثرش بده، بالعكس. يعني احسن كلمه اتقالت لي ان انت دايما عندك كده عزه نفس وكرامه في كل حاجه، حتى في شغلك بتحبي تحققي كل حاجه انت عايزاها، فده اكتر حاجه حبيتها.